الله الواحد يا اخواني في بريطانيا يتزوج له 4 نسوان ويخلف الى ما لا نهايه، يخلف صبيان وبنات ويخلف ان شاء الله كتيبه كامله، ويش همه؟ ولا يهم شيء، لا يهم علاج ولا يهم تعليم ولا يهم مصاريف ولا شيء، كل شيء مكفول من الحكومة. وكل طفل يولد في هذا البلد له مستحقات مالية إلى أن يبلغ سن الرشد تسلم لولي أمره. نعمة نحن في رفاهية وإحنا مسلمين وهم كفار، لا تربطنا بهم لا دين ولا عقيدة ولا جوار ولا لغة ولا لون ولا يربطنا بهم شيء. تعرفوا ليش؟ نحن عايشين مع الإنجليزي سوا، لا عنصرية ولا شيء. قيم الإسلام الحقيقية الذي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم نراها هنا في بريطانيا عند الكفار، العدل والمساواة والرحمة وكل معاني الإسلام. وعاد يجي يقول لك نقول سلام الله على الملكة إليزابيث، يا رجال بنخلف لا ظهرها، سلام الله عليها ألف سلام. وأقول لي كافرة عقيدتها عند أرحم الراحمين، أما على الأرض هي مسلمة، نرى قيم الإسلام عندها هنا. تعرفوا إيش الجوع الحقيقي يا بلاد الحرمين ومكة والمدينة؟ يا الذي نبي الرحمة راقد عندكم ما تستحوا منه، نبي الرحمة نبي العدل نبي المساواة راقد عندكم وانتم تخالفوا دينه. تعرفوا ايش الكافر الحقيقي؟ هو الجوع كافر. عندما تجوع بني آدم العمالة ذي عندك ضيق عليها، يعني سبحان الله رب البيت الذي هو معول وعنده عيال في كل بلاد العالم تدعمها الحكومة لأن عليه ثقل، إلا في السعودية يزيدوا يدفعوا رسوم يسموهم المرافقين، الأب والأم والأخ والأخت والعيال يسموهم مرافقين، دفعوه كل سنة تزيد إلى أن يضطر ويغادر. هذا ظلم. ما يأتي لي سعودي متعجرف يقول لي هذا قوانيننا عجبك ولا امشي روح. يا أخي العمالة في كل بلاد الأرض بلا تخلف، هذا اسمه تخلف هذا المنطق. أنت مشعل حرب في اليمن، يعني لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل 3 سنوات وهناك حرب تأكل الأخضر واليابس وتريد ترد اليمنيين للبلاد لليمن الذي أنت مشعل فيها الحرب. أقل شيء تستثنيهم لأنه أنت نفسك مشعل حرب داخل اليمن، لن تنبقيهم ولا أنت أوجدت الأمن داخل اليمن الذي تسيطر على أنت. هذه قمة الحقارة.